السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ توحشوني جدا من فيديو لفيديو، ربنا يخليكم ليا يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده هنعمل اكله اقتصاديه كده بس روعه 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 بجد والله، طعمه تحفه، كفته تحفه 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 واقتصاديه جدا. انا كل الكفته اللي انتم شايفينها قدامكم دي معموله بربع كيلو لحمه، ربع كيلو لحمه بس، مفيهاش بقى اي حاجه من الحاجات اللي بتغير الطعم. بنضاف لها حاجات، بس حاجات ما بتغيرش الطعم خالص، مش زي بقى الفول الصويا ولا زي البرغل ولا زي الحاجات دي كلها. خشوا بقى معايا كده ونسمي بسم الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تنسوش اللايك قبل اي حاجه كده، وتعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه جبت بصلايه كده وبشرتها عادي، عايزاها بميتها زي ما هي. هبشر البصلايه كويس قوي زي ما انتم شايفين كده، مش هعصرها ولا اي حاجه، زي ما هي. معايا كمان فصين توم، اعملهم على الناحيه الضيقه دي. فرموا بس ناعم كده من الناحيه الضيقه. هنزل بقى بربع كيلو اللحمه، ربع كيلو بالظبط، يعني انا شاريه ربع كيلو زي ما هو كده. معايا كمان نص رغيف، انا نقعاه في شويه ميه كده بقاله دقيقتين 3، عصره كويس قوي قوي من الميه وهضيفه عليه. الحاجات ديت يعني زي العيش وزي الاضافات اللي هضيفها دلوقتي، دي حاجات ما بتعملش اي طعم، ما بتغيرش طعم الكفته. معايا كمان معلقه ونص كده او معلقتين من البقسماط، وده طبعا لو احتجت تاني ممكن تحطي تاني، بس ما اعتقدش هنحتاج تاني. اللهم صل على سيدنا محمد. شويه ملح بقى، واحده ماجي عشان طعمها كده تدي لها طعم جميل. اللهم صل على سيدنا محمد. شويه فلفل، شويه بابريكا، شويه شطه حسب الرغبه طبعا اللي بيحب الشطه، وطبعا شويه بيكنج باودر، يعني زي نص معلقه صغيره كده، مش عايزين نكتر قوي بس عشان ايه تبقى من جوه هشه كده ولذيذه. اخر اضافه بقى هحطها معلقتين من الرز المسلوق. هتقولوا ايه الاضافات دي؟ جربوا، والله العظيم تحفه تحفه تحفه. الحاجات دي كلها ملهاش طعم معين، ما بتعملش طعم معين جوه الكفته. زي مثلا الفول الصويا والحاجات دي بتعمل طعم برضو، هي مش وحشه بس بتعمل طعم، والبرغل بيعمل طعم. الحاجات دي بقى ما بتعملش اي طعم. زي ما انتم شايفين كده عجنتها بايدي عادي عشان اللي ما عندوش كبه. وبعدين انا كمان مش بحب قوي العجين في الكبه، بحس انه بيضطر الحاجه كده. المهم اعجنيها بايديكي كده، بس اعجنيها قوي، خلي كل حاجه تتداخل في بعضها. شايفين لونها ولا كأن فيها اي حاجه؟ بس كده. ايه رأيكم في البساطه؟ بس هعملها بقى اعجنها كويس قوي قوي قوي، واحطها في التلاجة شويه تمسك نفسها كده، يعني ترتاح شويه. وبس عايزه تعمليها على طول عادي برضه، حطي شويه زيت واعمليها عادي. تحفه والله العظيم بجد. بس انا عشان هي ملزقه شويه كده، بدل ما احط لها بقى بقسماط تاني وكده، احطها في التلاجة ترتاح شويه وبس. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طلعتها بقى من التلاجة، شويه زيت صغيرين كده امسح بيهم ايدي، وتصبعيها بقى بالطريقه اللي انت عايزاها، مدوره طويله زي ما انت ما عايزه، بس مش عايزينها ولا تخينه قوي تقوم ما تستويش من جوه، ولا رفيعه قوي تبقى كده يعني ملهاش طعم. تحفه تحفه وسهله، وربع كيلو يعمل معاكي كميه بسم الله ما شاء الله، يعني جنب شويه مكرونه، جنب شويه رز اصفر، جنب شويه كبسه، حاجه تحفه بجد والله العظيم. جبت بقى شويه دقيق زي ما بنعمل البانيه بالظبط، شويه دقيق، شويه لا يعني بضايه كده على شويه لبن وشويه بقسماط، وتطلعي من ده وتحطي في ده وهكذا. بس كنت مش ضاربه البيضه قوي، وبتبقى هشه بقى والله طعمها تحفه تحفه تحفه، ولا بتحسي باي حاجه من اللي ضفناه، الرز او العيش او البقسماط، ما بتحسيش باي حاجه، ما تحسيش غير فعلا بحاجه طعمها جميل. بس بعد كده بحطها بقى في زيت، مش لازم يبقى غزير قوي، زيت عادي كده سخن، وبعدين اوطي عليها النار، يعني تبقى النار متوسطه كده عشان احس انها استوت فعلا من جوه كويس. زي ما انتم شايفين كده بتظبطيها بقى بعد البقسماط،
عايزاها تعمليها مدورة اعمليها مدورة تبقى برضو جميلة. المهم قالتها زي ما انتم شايفين الكمية كده بسم الله ما شاء الله. وانا عاملة بقى بطاطس اللي هي البطاطس اللي بتاعت زمان ديت المسلوقة ومتحمرة، وبعدين تحط عليها شوية ملح وشوية شطة وشوية كمون وتتقلب فيهم، حاجة روعة كده وحاجة تفتح النفس. حطيهم بقى مع اي حاجة انت حباها، تحفة تحفة هتعجبكم جدا، جربوها مش هتندموا. يا رب تعجبكم ان شاء الله. تصبحوا على الف خير.